تفعيل متجدد لمضامين المخطط الوطني للوقاية ومراقبة السرطان برسم الفترة الممتدة من 2010 إلى 2019 هنا بالمستشفى الجامعي ابن رشد جلالة الملك محمد السادس مرفوقا بصاحبة السمو الملكي الأميرة لالا سلمى رئيسة جمعية لالا سلمى لمحاربة داء السرطان افتتح رسميا مركز محمد السادس لعلاج السرطان. المركز الذي يشكل إضافة نوعية في مسار توسيع شبكة البنيات المتخصصة في علاج هذا الداء يشتمل على عدة مصالح جهزت بآخر ما استجد في مجال المعدات الطبية. كان مصلحة علاج بالأشعة وفيه مصلحة العلاج بالمواد الكيماوية وداخل فيه حتى العلاج بالنووي الطب النووي. والجديد الآن في هذا المركز محمد السادس هو هذا القطب ديال العلاج ديال سرطان المرأة. مصلحة الفحص وعلاج سرطان الثدي والجهاز التناسلي التي تطلب إنجازها استثمارا بقيمة 60 مليون درهم تهدف أساسا إلى التكفل بالعلاج المتخصص لهذا النوع من السرطان وتكوين الأطباء وتطوير البحث العلمي في هذا الميدان. المصلحة تسعى إلى تحقيق 4 أهداف. الهدف الأول هو علاج السرطانات المستعصية عند النساء. الهدف الثاني هو المساهمة في التكوين والتأطير الجامعي. الهدف الثالث هو البحث العلمي فيما يخص السرطانات اللي موجودة في المغرب. وأخيرا تيساهم مساهمة فعالة باش نحققوا الصحة للجميع المواطنات والمواطنين المغاربة.